صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي اليوم. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تسيب بقى لايك من ايدك الحلوه وتعليق حلو تحت الفيديو زي قلبك. انا وديت ملوكه المدرسه و... ورجعت الساعه دلوقتي 8 ونص بالظبط. جبت سندوتشات. هو المفروض كان ابو كمال بقى ابو خالد، معرفش مين ابو خالد، ما علينا. جبت واحد فول واحد فلافل. هفطر بعدين اقوم الم الغسيل اللي ورايا. بصوا الغسيل اللي هناك ده من هنا ولا من هنا اهو. الغسيل اللي هناك ده، وعندي شويه غسيل تانيين عايزين يتنشروا، ونشوف اليوم هيمشي ازاي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين بقى، قعدت كده يعني مع نفسي شويه. عايزه اقول لكم ان انا السندوتش ده ياه جر معاه حكايات ومواضيع في دماغي وقرارات. وبصوا مش عايزه اقول لكم والله العظيم نفس القرارات اللي بناخدها واحنا تحت الدش، ونفس القرارات اللي بناخدها واحنا بنغسل المواعين. والله العظيم بصوا، عايزه اقول لكم دماغي بقى فضلت تودي وتجيب، وعماله افكر هعمل ايه والدنيا ايه وهروح فين وهاجي منين. لان انا الولاد ملك بتروح المدرسه ومازن بيبقى لسه يعني ما راحش الكليه. المفروض ان احنا بدأنا يعني راح محاضره كده او محاضرتين، ما مش كتير لسه، ما انتظمناش قوي يعني. فالله المستعان. فطبعا لوحدي ببقى قاعده لوحدي كالعاده، فبقعد افكر بقى في الليله كلها ورايحه فين وجايه منين وهعمل ايه وبعمل ايه. في الوقت ده كانت ملك رنت عليا. ملك كانت ملك رنت عليا او بعتت لي رساله حاجه كده. المهم كلمتها وقمت بقى ايه الم الغسيل. كلت سندوتش واحد. شوف انا كنت جايبه واحد فول واحد فلافل، ما كلتش غير واحد بس فلافل و... وقمت اعمل كوبايه شاي، وقلت الم الغسيل الاول وبعدين اعمل كوبايه شاي اشرب. اليوم ده ما كانش ينفع انام بصراحة، وكنت يعني نمت ساعتين كده قبل الفجر، وصحيت على الفجر وهو بيأذن. عايزه اقول لكم ان مش بمزاجنا والله موضوع السهر، لان كذا حد بيقول لي انتي بتسهري بتنامي. مش بمزاجنا والله خالص. هي عبال ما بتقعد تخلص اللي وراها، طبعا احنا طالعين من اجازة فبنروح المدرسة، بتقعد تخلص اللي وراها ومش عارفة ايه وحتى لو نمنا، يعني لو نمنا بنصحى برضو بننام متأخر، يعني ممكن مثلا ننام 3 نصحى 6، فمش بنلحق ننام فاهميني. فانا يعني مش بلحق، عارفين اللي هو بخطف ساعة كده الصبح، ساعة الساعة 11، ساعة الساعة 3، مش كده اللي هو كل شوية مثلا الاقي نفسي يعني بتقفل، اغمض نص ساعة واصحى. هو ده نومي. عارفين نوم القطط؟ والله العظيم عاملة زي نوم القطط اللي هو بتغمض وتفتح وخلاص شكرا يعني. فبجد الموضوع تعبني جدا. نفسي انام كده وارتاح ويعني اخد راحتي في النوم واستقانيس كده. يعني 8 ساعات 8 ساعات، نفسي حاسه ان انا يعني لو نمت مرتاحه هقوم مبسوطه، هقوم شاطره، هقوم متشجعه، هقوم كده في همه ونشاط. لا مش عارفه ارتاح، مش عارفه انام. الغريبه ان حتى اليوم اللي بيبقى فيه اجازه مثلا، او احنا صابحين اجازه ما عندناش دروس غير متاخر، او ما ورايش حاجه، خلاص انا مش شاغله بالي بمازن قوي. خلاص يعني محاضراته مثلا بينزل الساعة 8 بيرجع الساعة 3 ولا 3 ونص، فهو هما يومين في الأسبوع مش قصة يعني. فاللي شغلاني بقى ملك. بس صدقوني حتى اليوم اللي عندها فيه درس، أو مثلا نقوم بعد الظهر شوية، ما بنامش. يا بحلم حلمي يفجعني، مع اني والله العظيم ببقى متوضية ومصلية الفجر قبل ما انام. بس مش احلام على فكرة، مش كوابيس. عارفين تحسوا ان هي كلها رسايل كده، بتشوفي ناس معينة بيحصل حاجة، بيتقال حاجة. في حاجات كتيرة قوي بتحصل. لازم اقوم مفجوعة، ولازم اقوم تعبانة، ولازم اقوم مصدعة. يعني اقول يا رب، يعني اليوم الوحيد اللي انام فيه متوضية ومصلية وقارية مثلا اذكار واسمي الله واقول يا بت ايه النهاردة ان شاء الله نقوم متأخر شوية، اخد راحتي شوية في النوم او انام شوية. والله العظيم برضه ما بعرف انام. فمش عارفة الواحد يعني الحمد لله على كل حال. نزلت بقى زي الشطرة كده بعد ما لميت الغسيل وظبطته، نزلت جبت عيش. كنت محتاجة عيش، محتاجة اكسر البطاقة، في نفس الوقت ما عنديش ولا رغيف في التلاجة. فنزلت اجيب بلدي. انا جنبي هنا فرن على طول، يعني في الشارع اللي ورايا على طول. فكنت اصلا وانا في الشقة التانية كنت برضو ساعات باجي اجيب منه، يعني ساعات اجيب من عند ابو شبانة وساعات اجي اجيب من هنا. فعيشهم حلو قوي وفي نفس الوقت طري وجميل، واللي هو المفروض ده. جبت بقى وظبطت الدنيا وبتاع، وقلت بنت ايه عشان اروح اجيب ملوكه. بجد شكرا شكرا لكل اللي بيسأل عليا واللي بيبعت لي. والله يا جماعه ما عارفه اقول لكم اي حاجه.
عايزه اقول لكم ان انا جالي كادو من واحده صاحبتي حبيبتي واختي، والله انا يعني سبحان الله احنا يعني انا ما كنتش اعرفها. لقيتها بتقولي يا موني انا بعتلك كادو، فبجد شكرا ليكي بجد بجد، حياه من قطر بجد شكرا. حبيت ان انا اشكرك كده واقول قدام الناس ميرسي، ربنا يخليكي حبيبتي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وفي الكام فيديو الجايين دول هقول لكم ايه الهديه. ربنا يخليكي ليا حبيبتي ما يحرمنيش منك ابدا يا روحي. عارفين يعني كفايه ان انت بتلاقي حد بيحبك ويخاف عليكي، عايز يفرحك، عايز يبسطك، عايز يطلعك من المود اللي انت فيه، عايز يعمل اي حاجه يعني تسعدك. مع اني والله فعلا كنت الفيديو اللي فات بقول ان الواحد نفسه في حاجه جديده، نفسي في حاجه مختلفه، نفسي اعمل حاجه تخليني اطلع من المود ده. عارفين ملل، على زهق، على روتين، على حاجات كتير كده، بس الله المستعان. احنا يعني ستات جامدين جدا. بيقولوا ايه سترونج اندبندنت وومن. ايوه ايوه. فلا الموضوع بجد يعني مش عارفة. عارفين الواحد حتى يعني مش والله مش قصدي اي حاجة، ولا ان انا اقول مثلا الواحد بقى لوحده، لان انا هلاقي حد بيقول لي كده. لا الواحد ما بقاش بيلاقي راحته مع حد خلاص، بجد دي حقيقة. ما بقتش الاقي راحتي غير وانا لوحدي، يعني انا مع نفسي، مش عايزة حد، مش عايزة اكلم حد، مش عايزة اسمع حد، مش قادرة اسمع حد. يعني عارفين انا صحابي ومتابعيني حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب. ايه يا مونيا عامله ايه؟ الحمد لله مبسوطه جدا جدا، وببقى طايره في قمه سعادتي بكميه الرسايل والاتصالات. بس عارفين يعني عارفين ان انا تعبانه، بيقدروني عارفين يعني ما بيطولوش عليا الصراحه. بس خلاص يعني الناس القريبه مني بقت فاهمه ان انا مش قادره. يعني يمكن لما حد من صحابي او مثلا حد بيرن عليا او بيكلمني او كده وما بردش، بقوا فاهمين ان انا فعلا مش قادره. بقوا حاسين بيا ومقدرين ان انا بيجي عليا وقت فعلا مش قادره اسمع، مش قادره اتكلم، مش قادره احكي، مش قادره اي حاجه اقسم بالله. فالحمد لله والله الدنيا تمام وزي الفل. آم، اهم حاجه راحتك، ان انت تبقي مرتاحه. دوري على راحتك وشوفيها فين، وصدقيني هتلاقيها. اهم حاجه راحتك، لان انت لو ما دورتيش على راحتك مش هتعرفي تبقي مبسوطه، ولا تعرفي تكملي، ولا تعرفي تشوفي بيتك، ولا تعرفي تشوفي ولادك. فالواحد بيحاول. انا اكتر حاجه دلوقتي يمكن بتبسطني الساعه اللي انا بقعدها لوحدي بجد، بعد ما باكل ولادي وبشوف اطمن عليهم ان هم كلوا والدنيا تمام، وكل واحد بيشوف حاله وبيشوف مصلحته ويشوف دنيته. انا ببقى كده خلاص والله العظيم. بصوا واصله قمه سعادتي، واليوم انتهى، وان اليوم خلص ايا كان بقى. يعني مثلا لسه ما نمناش او نمنا او قاعدين او سهرانين او ايا كان اليوم بيمشي ازاي، بس كفايه ان هو عدى والله العظيم. فالحمد لله على كل حال. ربنا كريم يا رب ويسترها معانا ويصلح حالنا ويديكوا يا رب ويرضيكوا بكل حاجه بتتمنوها. هنا دخلت بقى انا خلصت العيش وشلته في التلاجة، جبت ب 12 جنيه اللي كانوا ب 3 جنيه بقوا ب 12 جنيه. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ولما يعني لما تكوني بتجيبي عيش او معاكي بطاقه، وانتي حتى لو معاكيش بطاقه، والله لو حد قالك اديني رغيف، انا ما اعرفش هو دلوقتي الرغيف بجنيه تقريبا، لو حد قالك اديني الرغيف ده جنيه، يعني مش هتخسري حاجه صدقيني، لله لوجه الله. لان انا بشوف حاجات كده مش بتعجبني بصراحه. فالحمد لله والله العظيم. انا ساعات ببقى مثلا يعني ماشيه في حته وحد مثلا اقول له طب عايز عيش، طب عايزه عيش. فاللي هو كده عارفين الا نعمة ربنا، ده هو ربنا زي ما بيديهالنا قادر يقطعها، انما ربنا لما بيديهالنا بيبقى بيديكي الحاجة على فكرة. ولما بيوسع عليكي او لما بيبعتلك حاجة خير، ما بيبقاش بعتهالك لوحدك، ده بيبقى باعتها للي حواليكي كمان، بيبقى بيشوفك وبيختبرك انتي هتدوري على الناس اللي حواليكي والناس اللي جنبك ولا لا، ولا هتبقي انانية وتدوري على نفسك. فبجد اهم حاجة ان لما ربنا يبعتلك رزق او خير او اي حاجة، حتى لو شغلك، حتى لو اي حاجة من عند ربنا، والله هي خير. فافتكري الناس اللي حواليكي ولو بحاجة بسيطة، فلو برغيف وانتي ماشية مش تخسري حاجة، والله مش تخسري حاجة. بس هنا بقى كنت خلاص ظبطت المكتب. المكتب يا بنات من على بيج من على الفيسبوك، والله ما فاكره اسمها ايه، هحطه لكم في اول تعليق مثبت، او هحاول احطه لكم على الشاشه، والله بنسى سامحوني وحقكم عليا. واسفه لو لسه ما بردش على التعليقات، بس والله هفوق وهبدا ارد على كل التعليقات المتاخره على الفيديوهات اللي فاتت كلها. مش هسيب فيديوهات من غير ما ارد على تعليقات. سامحوني والله لو انا غصبا عني في تعليق اتكتب
وحد مستني مني رد ضروري وانا مش برد، والله يسامحوني حقكم عليا بجد. بصوا مش عارفه امسك التليفون واقعد امسك ارد على تعليقات، مفيش باور والله العظيم. سامحوني وحقكم عليا، عارفه ان انتوا اخواتي وعارفه ان انتوا بتسامحوني وعارفه ان انتوا مش بتزعلوا مني، وبدليل ان انتوا بترجعوا برضو تكتبوا لي تاني وبتدعوا لي من قلبكم تاني وبتسالوا عليا، بجد ربنا يخليكم ليا. فبجد والله سامحوني لو انا مش احسن حاجه، بس هبقى كويسه ان شاء الله وهرجع تاني امسك بقى التليفون وارد على كل التعليقات اللي بتجيلي مع اول الفيديو ما بينزل. والله ما كنتش بسيب تعليق بجد، حتى لو في تعليقات بتفوتني مثلا كام يوم كده وبرجع ابدا ارد عليها تاني لو متاخره. فان شاء الله والله هرجع تاني باذن الله. هنا بقى كنت بحاول اظبط لها الدنيا، لان كان في كرتونتين كده هم دول اللي فاضلين. في حاجات العاب هما بيحبوها، ولما بيتجمعوا مع اخواتهم بيحبوا يلعبوا بيها، سواء ولاد عمهم او ولاد عماتهم او ولاد خالتهم ايا كان، فكانوا بيحبوا يلعبوا بيها قوي. فانا جمعتها لهم كده في الوحده بتاعت ملك اللي هي اللي جنب الدولاب. قلت يا بنت تبقى ايه يعني، تلم الدنيا، تبقى فيها كل الالعاب والحاجات دي، لما كوتشينه والحاجات اللي هي بتاعتهم دي. بس هنا بقى كنت واقفه بفرمط اللي انا خلصت مكتب مازن. عايزه اقول لكم يا اولاد ان هم بيعتمدوا عليا في كل حاجه، هم بيساعدوني في كل حاجه والله، بس بيعتمدوا عليا. يعني عارفين ان انا بعرف انظم لهم حاجتهم احسن حاجه، عارفين ان انا بعرف اظبط لهم دنيتهم احسن حاجه. فدي الفكره، انما هم كل حاجه بيعملوها معايا. بس انا هنا كنت عايزه افاجئ ملك بصراحه، ترجع من كان لسه المكتب جاي قبلها بيوم تقريبا او بيومين. فاول ما شديت حيلي كده قلت بنت ايه اظبطه لها. عجبني قوي ان هو في ضلفه، وعجبني ان هو في درج، بجد خامته جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي بيسالني على سعره 4000 ونص، 4000 ونص بالشحن. فبجد حلو جدا جدا على فكره، خامته مش زي الوحده خالص، خامته لا اتقل واجمد وامتن والجنب اللي في الجنب ده مش خشب، ده الجنب بتاعه ده معدن، فعامل زي الالوميتال كده، معدن يعني مش ضعيف. لا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو جدا ما شاء الله، بجد عجبني قوي قوي قوي. فربنا يا رب ييسر حالهم ويسعدهم ويوسع رزقهم يا رب. كفايه التغليف وكفايه اسلوبهم وكفايه ذوقهم بجد. بس فبدات كده ان انا اظبط الدنيا واشوف ايه اللي هيطلع في الوحده وايه اللي انا عايزه اطلعه لاي حد. لان انا عايزه اقول لكم ان انا طلعت كراسات من سنتين كده، طلعت كميه كراسات 60 ورقة و80 ورقة و100 ورقة و40 ورقة لاصحاب نصيبهم بقى، ربنا يسهل لهم حالهم. وبعد كده اكتشفت ان احنا احتاجناهم السنة دي وما كنتش لاقية. انتوا متخيلين ان انا بقيت الف على المكاتب مش لاقية كراسات كشاكيل 80 و100، لان هو طلب السنة دي كشاكيل 100 و80، خلصوا في المكاتب. رحنا نجيب من المكتب ما لقيتش، فكل المكاتب ما لقيتش، فاضطرينا ان احنا نجيب سكتشات. جبت سكتشات اللي هي 180 و60 برضو، كان 180 برضو مش موجودين، يعني ال80 وال100 مش موجودين. قعدت اجيب بقى 60 وكلام من ده وهي ظبطت حالها بقى. بس فهنا كنت بطلع الحاجات اللي احنا هنستخدمها، الحاجات اللي مش هنستخدمها هطلعها لحد هو اولى بيها كده يعني. فحاولي بقدر الامكان ان انت ايه اول باول تفلتري. هنا كانت الكتب دي بتاعت ملوكة. دي بصوا الباسكت ده حطيت فيه شهادات التقدير بتاعتها كلها، حاجات هي ذكرى، كراسات رسم، مش عارفه ايه كده. هنا دي الكتب بتاعتها اللي انا هحطها لها على الرف. هي عايزه في 3 رفوف كده، المفروض ان انا ادهنهم لها ابيض واعلقهم لها فوق المكتب ان شاء الله. ربنا يسهل بس اشوف نجار، شفت حد كويس ان شاء الله يجي يظبط لي الدنيا دي ويعني شفتي تحت الحوض والكلام ده كله، فربنا يسهل باذن الله. محتاجه اعمل العين السحريه، ومحتاجه اعلق الترباس، ومحتاجه اعمل رف بره فوق الشاشه، ومحتاجه يعني اعمل تحت الحوض، ومحتاجه ال3 رفوف اللي عند ملك دول عايزين يتعلقوا. فانا محتاجه نجار كويس ان شاء الله. فالله المستعان يا رب ان شاء الله. فبس المهم بدات بقى افلتر كده كل السكتشات وكل الفايلات واحط لها ده لوحده وده لوحده. هنا بقى عايزه اقول لكم بصوا كنت ايه قمه في النشاط، قمه في النشاط. وبعد ساعه ولا ساعتين لقيت نفسي بقى خلاص فيصت، مش قادره اقف على رجلي. رحت جبت ملك وجيت قلت لها بصي انتوا فطرتوا؟ قالت لي، قلت لها انا عايزه انام، اما اقوم من النوم بقى نعمل غدا، نبقى نجيب غدا. بس انا طلعت شاطره اليوم ده بقى، عملت ايه هقول لكم. وانا نازله رحت كان عندي بتاع سمك جنبي هنا، عايزه اقول لكم السمك حلو قوي وريحته جميله وبيلعب كده، والخياشيم بتاعته حمرا وحلوه قوي.
بكام يا عم؟ قال لي الوسط ب80 والكبير خالص ب100. قلت له طب حطي لي 3 من يعني طلع الكيلو 3 كبار حلوين، طلع تحفه بجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، رائع رائع رائع. حطيته على الشوايه، رحت جبت البت ميكي وانا جايه جبنا السمك معانا واحنا طالعين. قلت لها بصي هنام ساعتين ولما اقوم نعمل الرز والسلطه ونحمر الفلفل. قالت لي قشطه. بس والله العظيم عايزه اقول لكم كان يوم خطير وانجزت فيه حاجات كتير بالهبل. بصوا صحينا احنا كده تقريبا كانت الساعه 7 حاجه كده. المهم عملنا ايه بقى زي الشاطرين، كانت 6 ولا 7 والله ما فاكره. المهم نمنا ساعتين 3 وقمنا. عملت سلطه خضراء وعملت فلفل وعملت رز ابيض انا وهي. مازن تقريبا كان عندي بقيت اكل من قبلها. كنت جايبه لهم بيتزا من قبلها بيوم، فكان عنده هو بيتزا. قلت له لما بجيب بيتزا من عند بيتزا كوين بتبقى جميله قوي. قلت له عندك بيتزا عيش حياتك بقى، لان هو ما بياكلش السمك. بس وده كان حال المطبخ وشقلبت المطبخ والليله الجميله اللي انا فيها بعد يومين تعبانه فيهم ومعلقه محلول. بس على مين ده احنا جامدين قوي. تعالوا اوريكم عملنا ايه. مش عايزه اضايقكم قوي ومش عايزه يعني ايه. بصوا هوبا هوبا. بصوا عايزين يوم لما نغسل المواعين نبقى بنعمل حاجات تانية في المطبخ، مش هيبقى غسيل مواعين بقى ونقعد مثلا ربع ساعة نغسل في مواعين. بصوا هوبا لا سحر ولا شعوذة. والله ينضفوا. بصوا فرق الاول عن دلوقتي. ان شاء الله تحت الحوض ده يتقفل خالص والدنيا تبقى اهدى. وعايزه اعمل الرخامات دي كلها بني لان الرخامه بتاعه الحوض بني، فهعملها بني ان شاء الله فهتبقى احلى واظرف. وهعمل الازرق اللي فوق ده بني برضو يا بيج، فهنشوف يعني هنظبط الدنيا مع بعض. انا بس عايزه اخلص الحاجات اللي يعني ايه اللي المهمه قوي، فاهميني. هنا كان اهم حاجه عندي ان انا اعمل ايه. اعمل ايه؟ قولوا انتوا انا هعمل ايه. هغسل السجاد. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت ايه بقى. انا نقعت السجاد وبعدين جبت مشتريات، صورت لكم فيديو المشتريات، وبعد كده رجعت غسلت السجاد بالليل. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين؟ يعني الحمد لله والله هو الدنيا بتظبط والدنيا بتعدي. وعارفين ممكن ابقى نايمه يومين 3 مش بعمل حاجه، بس لما بقوم بخربها ما اقولكوش. بغسل وانشر وانضف واعمل اكل كل حاجه كل حاجه. بجد كان البيت ناقصه برضو حاجات كتيره جدا جدا. استنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله شوفوا جبت ايه واشتريت ايه وعملت ايه. بس اول حاجه كان لازم اعملها السجاد، لازم كان يتغسل عشان اخلص منه والم الدنيا بقى وخلاص ما يبقاش فاضل غير الستاير والركنتين. وعندي بس السرير. قلت بقى اليوم اللي مثلا ايه ملك هتقوم فيه تنزل المدرسه واديها وارجع اغسل السرير واشيل الستاره اغسلها بتاعت اوضتي واغسل المرتبه، بحيث ان انا بالليل اروح ايه الستاره خلاص اروح إيه حطاها كنسل الاوضه وملمعه ومسحه فرشه. فاضل بس ايه شويه المفارش برضو عايزه برضو اديهم ايه شطفه كده حلوه في البانيو. عايزه املى البانيو بشويه منعم وبتاع برضو ايه طيروا شويه التراب. لان اللي حصل ايه اللي حصل ان انا كنت مخلصه الدنيا دي قبل علي ما يجي على طول. انتوا عارفين يعني اخر شهر 8 اخر شهر 7 سوري اخر شهر 7. فطبعا جيت فرشت اخر 7 او 27/7 حاجه كده. المهم فرشت فطبعا علي جه قضينا بقى مع بعض وقعد وبتاع جينا لمينا الدنيا. فعايزه اقول لكم لا ان الحاجه اتفرشت والحاجه مش عارفه الكلام بيقع مني في كلام جديد نزل السوق. الحاجه اتفرشت والمفارش اتفرشت والسجاد. انا عايزه اقول لكم السجاد نضيف والله السجاد نضيف. بس هي الفكره في ايه الفكره ان هو مليان تراب مليان تراب فكان لازم يتغسل كان لازم يتغسل. انزل من عليه التراب والليله دي كلها. بصوا هينزل ايه ما اقولكوش. بصوا الميه اصلا بتاعته عامله ازاي. فلانه اتفرش هناك شويه حلوين يعني فكان لازم يتشطف يعني. فالمفارش بقى نفس القصه فرشتها هناك وجيت بقى بيها هنا ونقلت وعزلت وسبتها بقالي انا داخله في شهر على فكره نقله. فالله المستعان والله اللي بيقول لي انت اتاخرتي في الفرش ربنا ما يكتب على حد النقل والعزال والليله اللي انا فيها. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ربنا كريم يا رب وربنا ما بيديش حاجه وحشه. ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. اكيد خير اكيد خير ليه خير ان انا مشيت من هناك ليه خير. كل حاجه مكتوبه يا جماعه
والله كل حاجة مكتوبة. هو سبحان الله ربنا بيختبرنا على ان ربنا بيضيع مننا، مش بيضيع يعني، ممكن احنا نضيع حاجة بس ربنا يعوضنا اضعاف منها. يا عالم والله يا عالم ربنا كاتب ايه. بس انا يعني املي في ربنا كبير قوي 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 قوي، وعارفة ان هيجي في يوم هيعوض تعبي ده كله وهيعوض كل ده. وانا متأكدة على فكرة، يعني انا عارفين انتوا لما تبقوا مستنيين حاجة وعارفين انها جاية، يعني ربنا بيقولك انا عند ظن عبدي بي. فطول ما انتي ظنك في ربنا خير، طول ما انتي بتقولي انا واثقة في ربنا انه ربنا هيكرمني، ربنا هينجحني، ربنا هيقويني، ربنا هيعيني، ربنا هيديني حاجة حلوة، ربنا هيعوضني بعد الصبر، ربنا هيكبر بخاطري. والله يا جماعة صدقوني والله العظيم بتيجي بصوا في لحظة حاجة تفرحك، تحسي ان تقولي ايه ده بجد. فالحمد لله والله العظيم الحمد لله على كل حال. ربنا يبعت لنا يا رب فرحة كده من عنده. يعني بصوا ربنا كريم والله، والله ربنا حنين قوي قوي، وعالم اللي في القلوب. بيقول لك ايه؟ ربك رب قلوب. والله العظيم ربنا عالم اللي في القلوب. انتي مهما مثلتي ان انتي كويسة وجواكي وحش، ربنا عارف وهيديكي على قد ده. لو انتي من براكي مش باين عليكي بس انتي من جواكي طيبة، عارفة ممكن تكوني انتي بتتكلمي وتزعقي ومش عارفة ايه، بس انتي من جواكي حنينة قوي وغلبانة قوي وبتعملي خير وكويسة قوي وبتجبري بخاطر حد وبتعملي حاجة كويسة، ربنا والله هيديكي اضعافها. فسبحان الله يعني هو يعني الحمد لله الحمد لله. اصبري اصبري، وكل حاجة يعني بنصبر عليها، وكل ابتلاء ربنا بيديهولنا بيبقى تقيل علينا قوي او صعب علينا قوي، والله ربنا بيعوضنا بيه خير، يعني ربنا بيعوضنا خير. يعني شكة الدبوس انت بتعوضي عنها بحسنة، والحسنة بتضيع قد ايه سيئة. ما بالك انت بقى مثلا ابتلاء او مثلا تعب او خنقة او ايا كان اللي ربنا كاتبه، فهو كله خير من عند ربنا. الحمد لله. لازم تقولي الحمد لله وتحمدي ربنا على كل حاجة بيديهالك، والله هترتاحي راحة ما بعدها راحة، اقسم بالله. بس انا كده بقى خلصت. بحاول بقدر الامكان ان انا انجز والله، لان انا حاسه ان انا خلاص بدات اسقع وبدات اتعب. انتوا فاهمين؟ يعني بدات احس ان انا عظمي بدا يوجعني، جسمي بدا يوجعني. خلاص اللي هو البرد بقى، مش عارف واحد بقى عظمه كبيره ولا ايه. الواحد عجز. الحمد لله الحمد لله على كل حال. والله ربنا كريم يا ربي ويقوينا ويعيننا. اللي هيقولي ما وديتيش دراي كلين ليه، مش مستاهل. اللي هيقولي انتي بتتعبي نفسك مش عارفه ايه، حد يساعدك. ما بحبش انا مش من عادتي ان انا حد يجي ويعمل معايا حاجه. انا كنت بدور على حد يساعدني، بس اللي هو تبقى ايدها بايدي في ايه، نشيل حاجه، نزق حاجه، تناولني حاجه. بعمل مثلا رحت السوق جبت حاجات كتير تبقى في ايدي، تبقى معايا تونسني. بعمل حاجة في البيت تونسني. ما هو يعني اللي ما عندوش ونس بيشتري له ونس. ف صدقوني مش باللمة اللي حواليكم، ممكن يكون حواليكم ناس كتير قوي بس انتوا حاسين ان انتوا برضو مش لاقيين نفسكم معاهم. انتوا فاهمين؟ وسبحان الله ممكن واحد بس جنبك يحسسك ان انتي مالكة الدنيا كلها، وان انتي معاكي الدنيا كلها، وان انتي مش محتاجة لاي حد غيره. فهي سبحان الله بقى هي. بس فالمهم ان انا يعني قلت ايه، قلت ان هي تبقى مثلا ونس، وانا بعمل مثلا السجاد كده تناولني، انا مثلا بغسل المواعين تقف تونسني. انتوا متخيلين ان انا يعني عايزه حد بس يونسني. والله العظيم حد يتكلم معايا ونضحك، مش حد يعني يشتكي لي همه، ولا حد انا اقعد اتكلم معاه في هم ولا مشاكل مش عايزه كل الكلام ده. انا عايزه حد ما يقعدش انا عملت وخليت وسويت ونزلت وطلعت ورحت وجيت مش قادره اسمع حد، مش قادره، مش عايزه اتكلم في كده. عارفه عايزين عادي حتى لو بنحكي لبعض يومنا، بس يعني عادي يعني نبقى مع بعض نونس بعض كده يعني. المهم ان انا الحمد لله خلصت السجاد وانجزت السجاد، وانا بنت شطوره وسقفولي. وعايزه ابوس تحت الفيديو لو وصلتوا لحد هنا اكتبوا لي تحت في التعليقات شطوره يا موني، واكتبوا واعملوا لي الايموشن اللي هو بيسقف ده.
ماشي، عشان انا سترونج اندبندنت وومن. عايزه اقول لكم انا بسجل لكم الفيديو اصلا وانا بنام، اقسم بالله ما بنامش. انا ما بنامش، انتوا متخيلين ان انا ما بنامش مثلا؟ مش بمزاجي. عارفين انتوا اللي بيبقى عايز ينام خلاص النوم بيغلبه، والله لو هو قاعد هيغمض هينام. انا ما بنامش، مش عارفه انام، يعني بحط راسي على المخده مش بنام. ممكن مثلا تلاقيني ايه، انا ظابطه الموبايل مثلا، يعني عيني غمضت الساعه 12 بالليل، ظابطه الموبايل على 6 الصبح، الساعه 3 الاقي نفسي صاحيه. طب ايه يا جدعان، في ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ مش انا ظابطه على 6 على فكره مش 3، ما تفهميش يعني، ما تفهم الموبايل فهم غلط ولا ايه؟ ما بيرنش، انا اللي بصحى لوحدي والله العظيم. انام مثلا 3 اقول ايه هصحى الساعه 6:30 7 الا الساعه 5:30 الاقي يا عم الشيخ بيقول الله اكبر، اروح قايمه قاعده. يعني من الفجعة، وفي نفس الوقت خلاص انا صحيت، انا قمت خلاص والله يا حاج قمت. ويفضل يزعق برضو، مش عارفة بيزعق ليه، بس انا قمت والله. قوم اتوضى واصلي الفجر، وبحمد ربنا ان انا بصحى ساعة اذان الفجر عشان اصلي. حاجة حلوة قوي ان انتي مش تسهري مخصوص عشان تصلي، لا ده انتي حلوة قوي ان انتي حتى لو رايحة في النوم تقومي عشان تصلي. فانا ببقى مبسوطة ان انا ربنا بيكرمني ان انا بقوم وبقلق بسمع الاذان، بقوم اتوضى واصلي. سواء قرأت شوية قرآن او قرأت شوية اذكار، ايا كان فهي نعمة من عند ربنا الحمد لله. ما عملتش حاجة خالص، صليت بس مش مشكلة، المهم ان انا يعني ايه قمت وصليت الحمد لله. بصوا السجاد لو تاخدوا بالكم والله هو نضيف جدا، والله نضيف نضيف ما فيهوش حاجة، بس كان مليان تراب، يعني ما فيهوش بقع، ما فيش حاجة مبقعة، مش واقع عليه حاجة مبقعاه، لا هو مليان تراب، ريحته مطربه. عارفين يعني كنت ماسكه السجاد استحاله انه يتفرش، يعني استحاله ان انا امسك سجاده منهم اقول ايه افرش دلوقتي وخلاص وندفي الدنيا وبعد كده مثلا ابقى اغسله، لا 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 ما ينفعش، ما ينفعش خالص، من رابع المستحيلات ان هو ينفع. ريحته تراب، بصوا منزل تراب، بصوا منزل ميه صفرة بتراب كده، لا مش مبسوطه. فالحمد لله ان انا عملته وغسلته بجد، يعني اكتر حاجه مبسوطه بيها. ليه؟ لان الركن سهله، بعد كده خلاص الركن سهله. وعايزه اقول لكم ان انا يعني اتمقلبت مقلب اقسم بالله غلطانه، وتجربه عمري ما هكررها تاني، اني اغسل سجاد في الحمام. انا ربنا رزقني ونعم عليا بنعمه ان انا عندي بلكونتين، والبلكونتين فيهم صفايه، يعني لا اله الا الله، انا بتعب نفسي، انا مجنونه والله. انا غاويه تعب اقسم بالله. طب بلكونه ملك فاضيه، بلكونه ملك فاضيه وجنب التويلت، يعني بين الحمام وبين البلكونه اوضه ملك. يعني انا لو شديت الخرطوم طبعا ولا لسه فرشه ولا حاجه، لو شديت الخرطوم وهي فتحتهولي ولا انا فتحته وقفلته وغسلت السجاد في البلكونه، والميه نزلت على الصرف على طول، وهو منه سيقت البلكونه، وهو منه غسلت السجاد بالراحه، لا ازاي انا غاويه تعب اقسم بالله. انا اتهديت وطلع عيني اقسم بالله في غسيل السجاد في الحمام، زي ما انتوا شايفين الغسالة اصلا. فرجعت قلت لعلي، قلت له انا غلطانه، انا عايزه ضرب، بص يعني اقول لك ايه. قال لي يا بنتي طب ما صح ما عملتيش كده ليه، طب اتعلمي بقى بعد كده. ففعلا بصوا السجاده دي نضيفه ما فيهاش حاجه، بس كان فيها شعر مكان شعرين، شعر ملك بتسرح مكان بقى مثلا تراب بتاع، لان كل سجادي تقريبا يعتبر بقى كله ابيض، انا عندي السجاد كله بقى فواتح، فدي نعمه من ربنا يعني على فكره، الحمد لله مش زعلانه. مشيت كل البني، فاكرين لما كنتوا بتكتبوا لي يا موني غيري البني ارحمينا من البني كئيب وبيكئب، فحقيقي والله وسعت والحمد لله الابيض فعلا بيدي باور وطاقه وحاجه حلوه كده، بيدي امل تفاؤل، حاجه حلوه كده. فالحمد لله ربنا يا رب يدينا خير، كل حاجه حلوه في الدنيا ويبعت لنا كل الخير يا رب من عنده، اللهم امين. وكل بيتمنى امنيه ربنا يحققها له يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات عملتوا غدا ايه النهارده عشان اعمل زيكم بكره، عشان انا زهقت والله العظيم. انا نفسي اكل ممبار، بفكر اروح اجيب ممبار من عند ابو شبانه، الكيلو ب150 جنيه، فبفكر اروح اجيب كيلو وانضفه واظبطه واعمله ايه يقعد معانا يومين، كيلو لا كيلو ونص يقعد معانا يومين، فالله المستعان. عايزه اقول لكم كده بقى، قلت ايه بالمره انضف الحمام واظبط الدنيا وانزل برضو، دي مش غسله نهائيه، لان انا كنت حاطه كمان الحامل بتاع الموبايل عشان التصوير،
فلما شيلته بقى مسكت الحمام بالبتاع دي بالمكنسه وعملته تاني وظبطته. هنا دي كانت اخر سجاده، اخر كفر. عايزه اقول لكم مش عارفه انا هحتاج سجاده متهيالي في الصاله في الريسبشن عند السفره. هحط الكليمات مؤقتا، يعني الكليمين هحطهم مؤقتا كده لحد ما اشوف الدنيا ايه. محدش يقولي لا يا موني، والله العظيم شكلهم جميل، انا بحبهم معرفش ليه. مش لاقيه كفرات زي دول، عارفين لو انا لاقيه كفرات زي دول كده نفس الشكل ونفس اللون وكده والله هجيب اللي هو الطويل ده. او لو لقيت واحده تالتة هجيبها واحطها بقى عند او ممكن احط واحده من مشجرين دول عند السفره، واحده من مشجرين عند الركنه اللي عند التلفزيون، واجيب واحده في النص جري ساده. بفكر اعمل كده جديا يعني، بس في حاجات اهم لسه ما دفعناش المصاريف بتاعه المعهد. اللي سألني على مصاريف معهد مازن كام، المصاريف 17,000، 17 ونص. فطبعا لسه في مصاريف ولسه في ليلة طويلة سعادتك، فالله المستعان، ربنا كريم ويسدد ما علينا ويقوينا ويعيننا ويقدرنا يا رب على كل حاجة. ربنا ما بيديش حمل تقيل غير للي بيقدر يشيل، والله العظيم صدقوني. يعني ربنا بيديكي على قد ما انتي قادرة تشيلي، يعني فاهميني؟ بس فالله المستعان يا رب، ربنا كريم. استنوني بقى فيديو جديد، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوه، ما تنسوش لايكاتكم الحلوه عشان بتوحشني قوي قوي قوي. وبجد شكرا وربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم. حطيته بقى كده بصوا كله في البانيو، وهحط عليه شويه منعم بقى محترمين. عايزه اقول لكم ريحته في البلكونه بتهفهف، انا جايه من تحت لاقيه بيطير كده بيهفهف والله العظيم. فربنا كريم، واللي قال لي اعملي حديد في البلكونه يا موني هتصل بحدادي اجي اشوف الدنيا ايه. ان شاء الله خير، ربنا كريم يا رب واعمله. بس بصوا بقى بالمكنسه شلت بقى الحامل بعيد وبالمكنسه واديله برضو. عايز دعكه تانية انا كده بس ايه مكان السجاد مش اكتر، لان الموضوع ما كانش ظريف يعني مش الطف حاجه. فطبعا برضو بندخل احنا لسه لابسين سليبرات في البيت، فطبعا بندخل وبنطلع نمسح رجلنا او كل حاجه، بس الدنيا مش حلوه. لا لازم 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 نلم الدنيا ونلم الشقه. خلاص هانت، فاضل على الحلو تكه، فاضل على الحلو تكه ونلم الدنيا وتبقى زي الفل والله ان شاء الله. ربنا كريم يا رب ويقوينا ويقدرنا ويعيننا على كل حاجه باذن الله. بس استنوني بقى في فيديو جديد، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوه، واللي لسه مشتركش يشترك وينورني ويفعل زرار الجرس عشان يجيله كل جديد مني في الاشعارات. وقومي خلصي اللي وراكي لو وراكي حاجه بتعمليها. بس اشوفكم على خير في فيديو جديد وبسلامه الله يا حبايبي، مع الف سلامه. نسيت اوريكم السجاد في البلكونه على فكره. كنت هقفل الفيديو على كده. بصوا بقى الجمال، بصوا سجاد ايه بيهفهف والله العظيم، وريحته يا بنات رائع. طبعا انا كنت يعني مفتقده جدا المنشر، كنت بنشر بقى السجاد كله كل الكفرات دي على المنشر من بره، بس الله المستعان هنعمل ايه. الحمد لله الحمد لله، ربنا يدينا خير الخير كله يا رب، اللهم امين انا وانتو. حطيت، انا عايزه اقول لكم ان انا حاطه الكراسي دي كده عشان خايفه السجاد يطير. والله. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، بسلامه الله يا حبايبي، مع الف سلامه، باي باي.